الله وبركاته. سبحانك اللهم ربي وبحمدك، سبحانك ربي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احبائي الكرام، رب الارانب في كل مكان داخل مصر وخارج مصر، يا رب دايما من نجاح لنجاح وتبقوا في افضل حال ان شاء الله رب العالمين. فيديو مهم هكلمك فيه على حاجه مهمه جدا. خليك معايا زي ما قلت لحضرتك قبل كده، ودايما بنصح بالكلام ده. انت اتفرج على الفيديو للاخر، ما تتفرجش على الفيديو من الاول وتجري وتروح تتفرج على حاجات تانية. طالما بتربي ارانب اهتم بالمحتوى بتاع الارانب عشان تتعلم وتفهم وما تجريش بسرعه، لان المعلومه دايما بتبقى في اخر الفيديو، لان الفيديو من الاول مقدمه، انما المعلومات كلها بتبقى في اخر الفيديو. وما تنساش ابدا لو انت مش مشترك في القناه بتاعتنا تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو علشان الفيديو ينتشر والمحتوى بتاعنا يزيد ان شاء الله. والاشتراك بتاعك في القناه بتاعتنا طبعا بيسعدنا جدا. في نفس الوقت هيوصلك كل فيديو جديد وكل معلومه بنجتهد عشان نوصلها لك هتوصلك ان شاء الله بالاشتراك ان شاء الله رب العالمين. النهارده حد بيسالني او بيكلمني بالتليفون: يا عم محمد، انا عندي الامهات بعد ما بتولد بتسلسل. طبعا في فرق جامد جدا بين ان الام تسلسل، يعني وهفهمك طبعا في الفيديو يعني ايه تسلسل، وفي فرق ان الام تخس بعد الولاده. امر طبيعي ان الام تخس بعد الولاده، دي ما فيش فيها حاجه، لان الام وهي عشار طبعا بيبقى وزنها بيزيد، بتبقى ظهرها مليان شويه وشكلها حلو وهي عشار. حتى في ناس بتعرف تقول لك انا عرفت ان الام دي عشر من غير ما اجس، او انا ما بعرفش اجس، بس الام لما بتتصلح عندي بعرف ان هي عشار، لما بتعرض كده عندي بعرف ان هي عشار. فده دليل على كلامي ان الام بتبقى في العشار دايما بتتصلح، بتزيد وزنها بيبقى اعلى، لان الارانب اللي جواها ديتي كل يوم عن يوم وزن الام بتزيد، لان هم وزن. اول ما بينزلوا من الام طبعا لو جمعتهم ووزنتهم هتعرف ان الام خست الوزن ده اللي هو نزل منها. طيب هنا الام سلسلت؟ لا، الام لما نزلت اللي فيها خست الوزن بتاعها علشان ولدت الوزن اللي كان فيه. بكل بساطه اهوتي انا ببسط لك الموضوع علشان الدنيا ما تهربش منك بس، وتبقى مركز معايا ما ترجعش يعني ايه المعلومه تتوه منك. تمام؟ طيب ده الفرق، ان الام خست. الام بعد الولاده ربنا يبارك قدامك، الام اهي بعد الولاده الله اكبر تمام زي وضعها قبل الولاده. تمام. ايه اللي بيخلي ده قدامك الام ولدت ما شاء الله زي وضعها بعد ده يعتبر الام اللي خاسه عندنا في المزرعه، يعني علشان ان هي خست بعد الولاده. دي الوضع الام بعد الولاده. طيب يبقى الام يبقى في فرق بين الخسسان والسلسله. ايه هي السلسله بقى؟ هقول لك بقى وركز معايا. ان الام كل يوم بعد ما تولد يوم عن يوم تلاقيها بتخس، يوم عن يوم تلاقيها بترفع، بتضيق، ما فيش عرض، بتلم كده الام بتلم معاك وعماله تسلسل وعظمها بيبان. كل شويه تحس ان الام راحه ان هي تبقى عظم. ده هنا يبقى الام دي بتسلسل. ده معنى كلمه سلسله. معنى كلمه سلسله الناس بتبقى تفهمها ان الام لما تسلسل اما تمشي ايدك عليها من فوق كده تلاقي الفقرات بتاع العظم يبقى كده سلسل. لا، الام تسلسل لما تشفط، تقعد تشفط كده، تشفط لجوه تبقى كده الام بتسلسل. انما اي ام في الدنيا تمشي ايدك على ظهرها هتحس بالفقرات بتاعه العظم بتاعتها. ويمكن دي المعلومه اللي تفيدك في الفيديو، ان الام مش بتسلسل لما تمشي ايدك عليها من فوق وتلاقي الفقرات تحت ايدك يبقى كده مسلسله. لا، لما بتخس جدا وبتشفط كده بتضيق، عرضها بيلم وشويه شويه تلاقيها راحه ان العظم بتاع كتافها باين، ان العظم من ورا بتاع رجليها من ورا بدا يبان ويظهر في الام كده. دي الام دي بتسلسل. ده يبقى كلام ان الام بتسلسل بعد الولاده. ايه بقى الفكره ان الام بتسلسل بعد الولاده؟ ان بكل بساطه بكل حاجه عشان اقولها لك بما يرضي الله، مش عشان احنا بنعمل علف، ان العلف بتاعك ضعيف، ان العلف اللي انت بتعلف بيه ضعيف. طب يا عم محمد يعني غير العلف الدنيا هتظبط؟ ايوه تغير العلف وتدور على علف قوي. يا عم لو هو علفي والامهات بتعمل معاك كده غير. انا بس العلفي قدامك اهو. تمام؟ على العموم يعني السؤال برضه او اللي كان بيكلمني والله ما بعلف علف للامانه، يعني لان احنا علفنا اهو قدام حضرتك اهو الله اكبر، الدنيا باينه قدامك ما فيش فيها كلام، يعني الحمد لله رب العالمين. لان احنا بنجتهد ودي مش شطاره مننا، احنا بنجتهد وكله على الله، ربك اللي بيعين وربك اللي بيوفق ان انت توصل لحاجه كويسه طالما انت بتجتهد وقلبك على مصلحتك وقلبك على مصلحه الناس، فربنا بيعينك. تمام؟ فده مش موضوعنا برضه عشان نرجع لحضرتك. يبقى
العلف مش قوي، العلف مش قوي، فالام بتاكل في الفاضي وعماله تخس، بتاكل في الفاضي وعماله تخس، العلف مش مقومه، مش قادر يعوضها ان الام ترجع تاني لوضعها، وان الام بعد ما تولد وخست الوزن اللي فيها تاكل تقوم تتصلح تاني، لان العلف جامد والعلف كويس والعلف نظيف، فبيدي الام القيمه الغذائيه اللي هو عاوزها، فالام بتبقى تمام. يبقى الام بتخس ليه بعد الولاده، بتسلسل ليه بعد الولاده؟ العلف بتاعك ضعيف. انا بقولها ورزق على الله، واللي يزعل يزعل، انا ماليش دعوه، انا بطلع على اليوتيوب علشان اقول المعلومه بما يرضي الله، فمش هنزوق ونطبطب ونخاف على الناس تزعل، واللي بيربي يتضر، انا بقولها ورزق على الله. تمام؟ فيبقى العلف بتاعك ضعيف، مش قايم يا باشا بالقوه الغذائيه اللي تقوي الارنب وترجعه لوضعه تاني. تمام؟ طيب يبقى انا كده رقم واحد في فرق. ايه الام؟ ركز معايا في الفيديو الله يهديك. رقم واحد ان الام بتخس، مفيش مشكله ان بتنزل الوزن بتاعها وبنزل اللي فيه. الام بتسلسل، هي دي المشكله. يبقى في فرق ان الام بتخس، بتنزل الوزن اللي كان جواها وبترجع بطبيعتها زي ما انت شايف كده، تاكل تزيد تاني. الفرق ده الخسسان. طب السلسله ان الام تنزل الوزن اللي فيها وتنزل تقعد كل يوم تخس، طول ما هي بتاكل، طول ما هي بتسقي بتخس، طول ما بتزيدش تاني. يبقى هي دي السلسله عشان تعرف الفرق بين الاثنين. طيب برضو عشان بنبقى بنتكلم بما يرضي الله. طيب يا عم محمد، انت تعرف ان العلف قوي او مش قوي ازاي؟ عشان ما تظلمش برضو العلف اللي عندك. انا عندي 20 ام في المكان، عندي 10 امهات في المكان، في من ال10 امهات ام بتولد بتسلسل، من ال10 امهات جزء امهات دايما كل ما بيولدوا بيسلسل. بقيت ال8 امهات التانيين، ركز الله يعني، ركزوا معايا يا جماعه عشان ما حدش يزعل مني. طب بقيت الامهات التانيه اما بتولد امورها تمام وبتزيد تاني وبتحلو تاني، يبقى هنا العلف ما فيش فيه مشكله، يبقى هنا العلف كويس. طالما عندك المشكله مش عموميه. المشكله يا جماعه لما اجي اعمل المشكله او اتكلم في علف، اشوف المشكله عموميه ولا لا. يعني ده بيحصل للامهات كلها، يبقى المشكله هنا علف. بيسلسلوا بعد الولاده، يبقى المشكله هنا علف. طب الام ولا اتنين اللي بيحصل لهم كده كل مره في الولاده، والتانيين بيولدوا ويرجعوا يزيدوا وامورهم بتبقى كويسه، يبقى المشكله هنا مش علف، عشان الامور يبقى تمام. طب الكل بيحصل له كده، يبقى المشكله علف. طب حاجه بسيطه، يبقى المشكله مش علف. انا بعيدها لك بكررها عشان حضرتك برضه تبقى مركز معايا وتبقى عارف انت شغال ازاي. مش عم محمد قال لي تبقى علف وانا ما وضحتلكش، يبقى علف اروح اغير، وجايز يكون العلف كويس بس الام ديتي هي اللي ضعيفه. انت جبتها واشتغلت بدري، انت حد باعها لك وهي عشر وشكلها حلو، وجت عندك بيحصل لها كده عشان حد شغلها قبل ال5 شهور زي ما قلنا في الفيديوهات اللي فاتت. ما انت ما بتتفرجش على القناه، انت لو بتتفرج على القناه وبتجيب الفيديوهات من الاول صدقني المعلومات كلها هتوصلك. واهتم شويه بمحتوى اللي انت بتربيه، اهتم شويه، ما تقعدش تروح لحاجات تانية. اتفرج على الارانب، خلي يومك كله ارانب علشان تتعلم لو انت عاوز المشروع يمشي معاك كويس. تمام؟ فانت زي ما قلت لحضرتك، يبقى انا عرفتك الفرق اهو. المشكله عموميه تبقى علف، المشكله خاصه ما تبقاش علف. يبقى المشكله دي في الام نفسها، يبقى المشكله دي عند الام نفسها، يبقى المشكله دي الام اشتغلت بدري، يبقى المشكله دي الام دي فيها جرب وانت مش شايفه، الام دي فيها تسمغ وانت مش شايفه، الام دي عندها عرقوب وانت مش شايفه. في هنا مشكله في الام مش في العلف. الكل بيسلسل، يبقى المشكله هنا في العلف. الام بس اللي بتخس عندك في وسط 5 6 امهات هي اللي بيحصل لها كده بس، يبقى المشكله في الام. يا تغير الام يا باشا، يا تصبر على الام ديتي الولاده اللي فيها. برضه انا بحل لك من كل، تصبر على الام دي ولدت ما عدتش تعشرها، اصبر عليها شويه لغايه ما ترجع تاني لوضعها، افوتها شهر اهلا وسهلا ما يجراش حاجه علشان ترجع لوضعها وامورها تبقى كويسه. يعني افطم عيالها وما عدتش وانساها، ما عدتش اعشرها تاني، اصبر عليها تاكل وتتغذى وترجع لوضعها تاني وامورها تبقى ماشيه كويس زي الفل. تمام؟ طيب في حاجه كمان عايز اقول لك عليها عشان تبقى المعلومات كلها واصلاك. انا عندي الامهات كلها بيحصل لها كده يا عم محمد، بس ما كانش الاول بيحصل لهم كده يا عم محمد. يعني ايه؟ يعني في الاول كانت الامور ماشيه وفجاه وبنفس العلف وبنفس الدنيا، وفجاه الامهات بدات يحصل لها كده. اقول لك ده اهمال منك، لانك عمال تحط علف بس وما فيش اي مغذيات مع العلف. والنبي لو بتاكل لحمه لازم تبقى عندك فاكهه. يعني انت راجل بتاكل لحمه
كل يوم بتاكل لحمه، معلش هتبقى يعني امورك زي الفل اهوتي، وما بتاكلش فاكهه، مش هتبقى كويس، هتتعب. هو الامور كده. يبقى انا بعلف علف كويس، وعندي في الميه برنامج مغذي كويس. بحط فيتامينات، وبحط املاح، وبحط مضاد سموم، وبحط على فكره مضاد السموم هو مجموعه فيتامينات، الهاي سيرينيوم هو مجموعه فيتامينات، الاملاح تعتبر فيتامينات يعني، كل الحاجات ديتي، الالف دال فيتامينات، كلها فيتامينات. طب انت ايه رايك ان انا بعلف علف كويس قوي، وعندي برنامج كويس قوي في الميه، المزرعه تبقى زي الفل. انما انت عمال تاكلهم هو العلف هو وما بتحط لهمش اي حاجه برضه في الميه، ما بتساعدش، يبقى انت مش مهتم اصلا، يبقى الدنيا مش هتمشي معاك كويس. والدليل على كلام ان انت اخدت العلف ده اول مره، مش علفي يعني، ان انت اخدت العلف ده من اي حد اول مره، وقعدت تشتغل والامور مشت معاك شهر واثنين وثلاثه واربعه والدنيا ماشيه، وفجاه حصل لك كده لان حضرتك مش مهتم. خلاص انت اعتمدت على العلف. والناس اللي بتبيع علف الله يسامحهم، الله يسامحهم كلهم، عشان يزوق الكلام، وعلشان يبيع العلف ويبيع المنتج، يقول لك انا علفي ما فيش معاه برنامج ادويه في الميه، انا علفي بيشتغل لوحده في الميه، ما تحط، انا علفي قصدي بيشتغل من غير برنامج ميه، علشان الشكاره يديك الشكاره ويقول لك انا بوفر لك ان انت ما بتحطش برنامج في الميه، هو بيضرك. يا عم لو العلف يا عم، يعني اللي اخترع الادويه واللي اخترع البرنامج ده يا جماعه في الميه، واللي اخترع ان في دواء يتحط في الميه، والدكاتره اللي اجتهدت عليه والناس دي كلها كانوا عارفين ان العلف وحش؟ بيقولوا مع العلف الحلو تحط كده. انت بتعمل مزرعه ارانب، بيقول لك هات علف كويس وهات سلاله كويسه واهتم ونظف وحط في الميه كذا واعمل كذا. ما هو ده كله حاجه واحده يا جماعه. ما كده انت بتخسر بند والدنيا بتبوظ معاك. مش عايز اطول عليك، هقول لك في الفيديو الجاي انتظره، هكمل لك الفيديو ده في الفيديو اللي جاي عشان ما تزهقش وتسيبني وتروح تتفرج على حاجه تانية. تحياتي للجميع، يا رب دايما من نجاح لنجاح وتبقوا في افضل حال. دايما مشرفين ومنورين على قناه اخوكم محمد حسان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.